يا أهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة بعد بداية رمضان، واللي هنتكلم فيها عن أعلى وأقل 10 مسلسلات مشاهدة في رمضان 2026. قبل بداية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالمسلسل رقم 10 في الأقل مشاهدة، واللي هيكون مسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد وحاتم صلاح وطارق عماد. برغم من قوة المسلسل ده سواء في قصته أو حتى الإخراج والموسيقى التصويرية، ولكن بعد الفشل الذريع اللي قدمه عمرو سعد في مسلسل سيد الناس، فللأسف التوقعات كانت قليلة جدا والإقبال عليه كان ضعيف، برغم إنه فعلا يستحق المشاهدة وبيقدم لنا واحدة من أحلى القصص الدرامية، واللي بنشوف فيها رحلة انتقام عباس الريس اللي بيقتل مراته وبناته تحت تأثير المخدرات، وبعد ما بيخرج من السجن بيلاقي نفسه منبوذ من كل اللي حواليه، وده بيصعب جدا مهمة انه يحل لغز اللي حصل له زمان. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 1,200,000 في الحلقة الواحدة. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل على قد الحب من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وصفاء الطوخي. نيللي كريم السنة دي بتكمل سلسلة التعاونات مع شريف سلامة، واللي المرة دي بتحقق مشاهدات قليلة جدا بالمقارنة بمسلسلها السنة اللي فاتت، وخصوصا ان السنة دي بتقدم شخصية غير متزنة وبتواجه مشاكل نفسية في حياتها، وده يعتبر مكرر شوية بالنسبة للشخصيات اللي بتقدمها في العادة، وخلاها مش من المفضلين لناس كتير، وتحسه مسلسل مش رمضاني كان يفضل انه يكون اوف سيزون. وقتها كان ممكن يحقق نجاح واقبال كبير شوية، لانه على مستوى القصة والاحداث يعتبر من المسلسلات الكويسة جدا. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 700,000 في الحلقة الواحدة. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وميرفت أمين. زي ما توقعنا قبل بداية رمضان، فكرة المسلسل نفسها فيها مشاكل كتير، والشكل البياع أصلا لياسر جلال مش دي حتته تماما، وكان المقصود هنا التغيير وإنهم يقدموا حاجة مختلفة، ولكن طبعا بالنسبة لمعظم الناس المسلسل كان واحد من أسوأ المسلسلات اللي اتقدمت السنة دي، وده حتما خلاه من الأقل مشاهدة من أول يوم في رمضان لحد دلوقتي. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 300,000 في الحلقة الواحدة. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل فخر الدلتا من بطولة أحمد رمزي وانتصار وكمال أبو ريا. المسلسل ده بدأ رمضان بتوقعات كبيرة جدا، وكانت الناس مستنياه ومتوقعة انه هيكون الحصان الأسود في الكوميديا السنة دي، ولكن مع الأسف ما كانتش قد التوقعات، وده خلاه بعد أول حلقتين كيرف المشاهدات ينزل بنسبة كبيرة، وكمان كان بشكل مفاجئ برغم فكرته الكويسة والدعم اللي كان ممكن يخليه في التوب السنة دي. ولكن حاليا المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 800,000 في الحلقة الواحدة. المسلسل رقم 6 في قائمتنا، وبعد كده هنبدأ في المسلسلات الأعلى مشاهدة، هيكون مسلسل صحاب الأرض من بطولة منة شلبي وإياد نصار وكامل الباشا. برغم فكرة المسلسل الممتازة وكمان اللي شفناه في أولى الحلقات كان قد التوقعات، والكواليتي في كل حاجة كانت كويسة جدا، ولكن مشكلة المسلسل الأساسية هي إنه تقيل دراميا وأقرب جدا للمأساة في الحقيقة، ومش سهل أي حد يقدر يستحمله، وفي الأغلب معظم الناس بتميل للدراما الشعبية أو المسلسلات الكوميدية، وده خلاه من المسلسلات الأقل مشاهدة في رمضان السنة دي. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 400,000 في الحلقة الواحدة. هنبدأ دلوقتي في قائمة الأعلى مشاهدة، واللي هنبدأهم بالمسلسل رقم 5 في قائمتنا، وهيكون مسلسل وننسى اللي كان من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشيرين رضا. كعادة ياسمين عبد العزيز وجمهورها المعتاد بترجع بمسلسل السنة دي برغم انه تقليدي وشبيه شوية للي بتقدمه في العادة، ولكن قدرت انها تحقق مشاهدات كبيرة جدا وتكون رقم 5 في الأكتر مشاهدة. وفعلا أجواء المسلسل ده قدرت انها تقدم لنا دراما مختلفة عن طريق شخصية جليلة رسلان الممثلة المشهورة، واللي قدرت انها تحقق متوسط نسبة مشاهدة 3,500,000 في الحلقة الواحدة.
المسلسل رقم 4 في الأعلى مشاهدة هيكون مسلسل سوا سوا من بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وخالد كمال. المسلسل بيقدم لنا دويتو قوي حققوا الاتنين نجاح كبير جدا السنة اللي فاتت، والسنة دي بيكملوا في نفس الدراما الشعبية اللي من خلالها بيقدموا النوع والتيمة اللي معظم الناس بتحبها، ظروف صعبة وقصة حب ومحاولة للبقاء، واللي تحسها مكررة بسبب انك شفتهم في الأدوار دي قبل كده، ولكن حقيقي المسلسل بيقدم لنا قصة ودراما وتمثيل كويسين جدا، وكان قد التوقعات وقدر انه يحقق متوسط نسبة مشاهدة 4 مليون في الحلقة الواحدة. المسلسل رقم 3 في الأعلى مشاهدة هيكون مسلسل درش من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ ورياض الخولي. زي عادة كل سنة مصطفى شعبان قدر انه يحقق مشاهدات كويسة جدا، واللي خلاص بقى علامة مميزة كل رمضان وناس كتير بتستناه من السنة للسنة. وكمان مسلسله السنة دي برغم التكرار اللي متوقعه ناس كتير إلا انه قدم لنا فكرة مختلفة عن شخص فاقد الذاكرة وبيبدأ يسترجعها واحدة واحدة مع الأحداث، مع ماضي غامض وقصة شعبية من اللي الناس بتحبها، وده خلاه يعمل مشاهدات كتير جدا قدر من خلالها انه يحقق متوسط نسبة مشاهدة 4 مليون و800 ألف في الحلقة الواحدة. المسلسل رقم 2 في الأعلى مشاهدة هيكون مسلسل الست موناليزا من بطولة مي عمر وأحمد مجدي وسوسن بدر. من بعد النجاح القوي جدا اللي حققته مي عمر السنة اللي فاتت في إيش بتكمل السنة دي بنجاح كبير على غرار السنة اللي فاتت، وقدرت السنة دي إنها تقدم شخصية مظلومة بتتعرض لمواقف مستفزة كتير على مدار الأحداث، وده في العادة بيبقى مقصود وبيعجب ناس كتير جدا، وغالبا بيقلب بترند وبوستس كتير على السوشيال ميديا، وده بيخليه ينتشر بسرعة ورتمه يعلى ويجذب جمهور كبير كل حلقة عن اللي بعدها. وحاليا المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 6 مليون في الحلقة الواحدة. المسلسل رقم 1 والأعلى مشاهدة في رمضان هيكون مسلسل علي كلاي من بطولة أحمد العوضي ودرة ويارا السكري. كالعادة أحمد العوضي للسنة التانية على التوالي بيحقق نسبة مشاهدة عالية جدا وفرقة كتير عن اللي قبله، وبرغم ان المسلسل الصراحة مش بيقدم جديد وتقليدي حتى في أفكاره، ولكن شعبيته والنجاح الكبير اللي حققه في فهد البطل السنة اللي فاتت، وكمان النوع ده من المسلسلات قادر انه يحقق أعلى نسب مشاهدة بعيدا بقى عن جودة العمل نفسه. وهنا علي كلاي كان قادر انه يحقق كل الارقام المميزة جدا بمتوسط نسبة مشاهدة 8 مليون في الحلقة الواحدة. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بافضل مسلسل شفته لحد دلوقتي، وايه لستة المسلسلات اللي بتتفرج عليها عامة. وقبل نهاية الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.